مساء الخير ومساء الفل على كل مستمعينا في كل مكان، مستمعي راديو مصر على الهوا، صوت شباب مصر. معاكم أنا شادي الخولي وفقرة جديدة من برنامجكم اي جي بلس. أنا عايز أسألكوا سؤال، هو العربي بقى عيب؟ يعني إيه؟ يعني بقى في ظاهرة غريبة كده وسط الشباب أو فئة معينة من الشباب والأطفال بقالها فترة بقوا بيشوفوا العربي عيب. يعني لو قعدت وسط مجموعة وقلت ازيكم يا جماعة عاملين ايه، هتلاقي واحد بيبص لك ويقول لك برو انجلش بليز. طيب ليه يا ابني، هو العربي عمل لك حاجة؟ بقينا نشوف شباب قاعدين مع بعض كلهم مصريين، اتولدوا في مصر واهلهم مصريين وبيفهموا عربي، لكن الحوار بينهم برو وليترالي واكشلي وراندم وكرنجي وساندي. والواحد اللي يقول يا جماعة ما تيجي نخرج، يتبص له كأنه قال حاجة في منتهى الغرابة ويتقال له ايه يا عم ما تبقاش بيئة. وهنا بقى لازم نقف شوية، من امتى الكلام بالعربي بقى عيب؟ خليني اوضح حاجة من البداية، انا مش ضد الانجليزي ولا ضد ان حد يتعلم لغات، بالعكس اللغة قوة، وكل لغة جديدة بتتعلمها بتفتح لك باب، بتفتح لك باب في شغلك، في سفرك، في دراستك، في حياتك. اتعلم انجليزي واتعلم فرنساوي، الماني، اسباني، صيني، اتعلم يا سيدي اللي انت عايزه. ولو قدرت تتعلم 10 لغات يا سلام. لكن المشكلة مش انك بتتعلم لغة، المشكلة لما تبدأ تستعر من لغتك، ودي بقى حاجة مختلفة تماما. انتوا عارفين الموضوع وصل لفين؟ بقى في ناس عندها قاموس خاص بيها، لو قلت برو تمام، literally جامد، نو واي تحفة، كرنجي الله عليك. لكن لو قلت بجد تبقى ايه؟ بيئة. لو قلت معقول برضو بيئة. طب يا ابني انت عايزني اقول لامي نو واي؟ هي امي فاهمة وكل حاجة، بس هتقولي هو انت بتكلمني كده ليه؟ هقول لها اتس complicated مام، هتقولي اتكلم عادل يا شادي. والله عندها حق. المشكلة مش في انك بتستخدم كلمة انجليزي وسط كلامك العربي، ده طبيعي جدا، احنا كلنا بنعمل كده. تقول عندي ميتنج، هعمل كول، الموضوع محتاج ابديت، عادي. اللغات بتتداخل مع بعضها كلها، وده حاصل في كل مكان في العالم. المشكلة لما تتحول المسألة من استخدام لغة لإثبات إنك أرقى من غيرك، لما تقول أنا لازم أتكلم إنجليزي علشان أبقى أشيك، أو لو اتكلمت عربي الناس هتفتكرني بيئة. هنا بقى إحنا عندنا مشكلة، لأن اللغة عمرها ما كانت مقياس لقيمة الإنسان. ممكن واحد يتكلم 5 لغات لكن ما بيحترمش حد، وممكن واحد كل كلامه عربي لكن لما بيتكلم كل كلمة منه في مكانها، بيعرف يحترم الكبير ويساعد الصغير ويسمع غيره ويختلف من غير ما يقلل من اللي قدامه. يبقى مين المثقف؟ مين الأرقى؟ اللغة جزء من الثقافة، لكن مش هي الثقافة كلها. الثقافة في العقل وفي السلوك وفي طريقة تعاملك مع الناس. وعايز أقول لكم حاجة يمكن تكون بسيطة، لكن كل واحد فينا حاسس بيها. لما أمك تقول لك ربنا يرضى عليك، أو خلي بالك من نفسك، أو أبوك يقول لك ربنا يوفقك يا ابني، هو إحساس الكلام ده محتاج ترجمة ولا حاجة؟ ولما جدتك تقول لك كل يا حبيبي انت خاسس، دي محتاجة لغة جديدة أصلا؟ لكن دي لغتنا، دي بيوتنا، دي ذكرياتنا، ودي تفاصيل حياتنا. العربي مش مجرد كلمات بنقولها، العربي جزء من الذاكرة بتاعتنا. وأنا مش قلقان من شاب بيتكلم إنجليزي ولا من بنت بتتعلم لغة، أنا قلقان من فكرة أخطر، إن طفل صغير يبدأ يحس إن العربي أقل، إنه يسمع حد بيقول ما تتكلمش عربي علشان ما تبقاش بيئة، فيبدأ الطفل يتكسف من لغته، وبعد شوية يمكن يعرف يقول كلمات كتير بالإنجليزي لكن يبقى مش قادر يعرف يتكلم عن نفسه بالعربي بشكل كويس. مش لأنه مش بيحب العربي، لكن لأنه اتعلم من بدري إن اللغة اللي اتولد بيها حاجة تقلل منه. ودي مش مشكلة لغة بس، دي مشكلة إحساس بالهوية. لأنك لما تعلم طفل إنه لغته عيب، انت مش بتعلمه لغة تانية، انت ممكن تعلمه يتكسف من جزء من نفسه. وطبعا لازم نقول حاجة مهمة جدا، العربية لغة عظيمة،
وهي اللغة التي أنزل الله بها القرآن الكريم، لغة الشعر والأدب والعلم والتاريخ والفكر. فإزاي يكون عندي لغة بكل العظمة دي واتكسف منها؟ أنا ممكن أكون فخور إني بعرف إنجليزي، وفي نفس الوقت أكون فخور إني بعرف عربي. الاتنين مش ضد بعض، بالعكس، كل ما زادت لغاتك زادت أدواتك، لكن ما تخليش أدواتك تمسح هويتك. طيب نعمل إيه بقى؟ أول حاجة اتعلم إنجليزي، وتعلم أي لغة نفسك فيها، لكن ما تتعلمهاش علشان تثبت إنك أحسن من غيرك، اتعلمها علشان تبقى أقوى. تاني حاجة، اتكلم بالعربي من غير كسوف، ولو حبيت تحط كلمة إنجليزي وسط الكلام حطها يا سيدي، مفيش مشكلة، بس ما تخليش حد يقنعك إن العربي عيب. تالت حاجة، ما تحكمش على حد من لغته. اللي بيتكلم عربي مش أقل منك، واللي بيتكلم إنجليزي مش أعلى منك. الأخلاق هي اللي بترفع الإنسان. ورابع حاجة، لو عندك أولاد علمهم لغات، لكن علمهم كمان يحبوا لغتهم، يقروا عربي، يسمعوا عربي، ويعرفوا إن اللغة اللي أمهم نادتهم بيها، واللغة اللي أبوهم دعالهم بيها، واللغة اللي سمعوا بيها أول كلمة حب مش حاجة يتكسفوا منها. وفي النهاية أنا مش بقولك سيب الإنجليزي، ولا بقولك ما تتعلمش، بالعكس، اتعلم كل لغات الدنيا لو تقدر، لكن اوعى في يوم تحتاج تترجم هويتك، لأن الإنسان مش بيكبر بعدد الكلمات الأجنبية اللي بيقولها. الإنسان بيكبر بعلمه وبأخلاقه وباحترامه لنفسه وباحترامه للي حواليه. العربي مش عيب، والإنجليزي مش عيب. العيب إننا نخلي لغة سبب إننا نشوف نفسنا أقل من غيرنا. وقبل ما نختم عايز أسمع منكم بقى، هل قابلت قبل كده حد حسسك إنك أقل لمجرد إنك اخترت تتكلم عربي؟ وهل شايف إن استخدام الإنجليزي وسط الشباب ده مجرد تطور طبيعي في طريقة الكلام؟ ولا شايف إن في ناس بدأت فعلا تربط بين الإنجليزي والرقي وبين العربي والبيئة؟ قولوا لنا رأيكم واختلفوا معانا لو مختلفين، بس خلونا نختلف باحترام. اكتبوا لنا تجاربكم وآرائكم على كل وسائل التواصل الاجتماعي egyonair.com، وخلي النقاش مفتوح. وبكده تكون خلصت فقرتنا النهارده. انبسطت اني كنت معاكم انا شادي الخولي في برنامجكم اي جي بلس على راديو مصر على الهوا، صوت شباب مصر. ونطلع فاصل ونسمع اغنيه اتكلم عربي لكارول سماحه، اغنيه هتعجبكم قوي. ونرجع تاني لكن مع الزميله هدى ابو المجد. مع السلامه. الكلام مش الحروف، ده عيون مليانة شوف. لغة بلادك يعني ذاتك، تحررك من أي خوف. الكلام